السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب سفر عبيدية. في المدخل إلى سفر عبيدية للآباء اليسوعيين صفحة 1950 يقول النص: لا نعرف عن النبي سوى اسمه، وأما هويته فلا نعرف عنها شيئا، المهم هو تعليمه. انتهى كلام المدخل إلى سفر عبيدية للآباء اليسوعيين. يبقى هذا النص بيقول أن الكاتب مجهول، الكاتب مجهول، وأن علماء المسيحية بيقولوا إن هم ما يعرفوش أي شيء عن هويته. ودي طبعا مصيبة، إن ما يعرفوش شيء عن هوية كاتب بيتعبد بالسفر بتاعه. مش لازم نعرف الكاتب دوت التوحيد بتاعه عامل إزاي؟ مش ممكن يكون مشرك؟ يبقى لابد من معرفة هوية الكاتب. أيضا بيحاول علماء المسيحية إن هي تجذب انتباه المسيحيين إلى شيء تاني، وهو تعليم الكاتب. النص بيقول إيه؟ بيقول: أما هوية الكاتب فلا نعرف عنها شيئا، المهم هو تعليمه. المهم هو تعليمه، يعني مش مشكلة الهوية بتاعته، مش مشكلة هو مين، مش مشكلة موحد ولا مش موحد، أهم حاجة التعليم. ليه؟ بتحاول تجذب انتباه النصارى، تلفت انتباههم إلى التعليم، حتى لا يسأل أحد عن شخصيته ومن هو وهل هو نبي أم لا. يبقى بكده يا إخوة علماء النصارى تضحك وتخدع النصارى حتى يعبدوا 3 آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. بكده إن شاء الله نكون قد وضحنا الفكرة. نستودعكم الله، نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.